نكمل رحلتنا ومعانا علشان نبتدي المسار دكتور عبد الرحيم ريحان. اهلا بيك معانا يا دكتور. اهلا يا استاذه نور، وكل عام وانتم بخير. وانت بخير. دكتور عبد الرحيم ريحان، عضو لجنه التاريخ والاثار بالمجلس الاعلى للثقافه. نبدا رحلتنا معاك في تاريخ المسار، وعايزين نعرف الاول يعني ما يحمله هذا المسار من تاريخ ومعجزات وروحانيات. طبعا بالنسبه لهذا المسار احنا بنعتبر لولا هذا المسار ولولا لجوء العائله المقدسه الى مصر لقضي على المسيحيه في مهدها. يعني احنا بنعتبر مصر هي حاميه المسيحيه، والنقطه الثانيه ان هي ساعدت في انتشار المسيحيه، انتشار الرهبنه اللي انتشرت في سيناء وفي المناطق الصحراويه في البحر الاحمر وغيره وغيره. فدي ساعدت على انتشار الرهبنه. بالنسبه للقيمه بتاعه هذه الرحله، السيد المسيح طبعا السيد المسيح كرم في القران الكريم وذكر في 33 آية بعمر أيام السيد مظبوط. المسيح، وكرمت السيدة العذراء. ايوه. فبالنسبة للرحلة، لو هناخد الرحلة من البداية، الرحلة صارت في أكثر من 25 محطة، من رفح في سيناء إلى الدير المحرق في أسيوط. كل هذه المحطات حملت، يعني حتى مجرد محطة عدت عليها ما كانش فيها أي حاجة، وانشئت فيها الكنائس فيما بعد، زي منطقة تل مسجد في الفرمة في سيناء، وزي وادي النطرون انشئت فيه أبرشيات، وانشئت فيه العديد من الأديرة. في البعض فيها أشجار المطرية، في البعض فيها مغارات، كنيسة الكف اللي هي موجودة في صمالوط. أيوة. لو ناخد الرحلة ومعجزاتها من البداية، هم طلعوا من رفح، خدوا طريق سيناء، ده الطريق المعتاد اللي هو طريق شمال سيناء، طريق كل حتى اللي جاء منه سيدنا يعقوب وأخوة يوسف لجأوا إلى مصر آمنين، أيضا جاءوا من هذا الطريق وعبروا حتى من منطقة الفرمة، وكان فيها قلعة مصرية قديمة، وهي اللي سيدنا يعقوب قال لهم يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. هي كانت أوقات الفرمة. طلعوا من مدينة الفرمة، أول مكان يقابلهم في الدلتا اللي هو منطقة تل بسطة في الشرقية. أيوة. خد تل بسطة، والمنطقة دي طبعا منطقة عامرة بالآثار المصرية القديمة، وفيها البير ما زال موجود، هذا البير حتى الآن اللي شرب منه السيد المسيح والسيدة العذراء. بعد كده خدوا طريق الدلتا إلى الغربية، ومن الغربية بدأوا يسيروا إلى الشمال كفر الشيخ، وبعد كده طلعوا مباشرة على وادي النطرون. طب ليه هم ما عدوش الأول على حصن بابليون؟ لأن حصن بابليون فيه حصن روماني. أيوة. فلو عدوا على حصن بابليون كان هيتقضى كان عليهم، هيكون خطر عليهم. أيوة.